بل على كسب المباريات فقط. نعم. لكنه لعب في كل مباراة بأسلوب وشكل مختلف. نعم. كابتن المنتخب المغربي ب4 انتصارات وتعادل، سجل 8 أهداف واستقبل هدف واحد. اتفقنا على أنه مشى إلى حدود اللحظة في نسق تصاعدي، ولا زال في جعبة سكتيوي وفي دكة بدلائه المزيد. لا زال المزيد، والدليل على أنه لم يرجع إلى الوراء. كان هناك تخوف أكثر، لأن في البداية عرفناه في آخر ساعات المشاكل التي وقعت أو الغيابات أو هذه الإصابات أربكت شيئا ما، ولم نرى هوية المغرب إلا في بداية مع المقابلة جزر القمر. نعم. أعطانا المنتخب اللي نريد، ولكن في الشوط الثاني أرغم نعم. لكي يرجع في الوراء بدايته أكثر. صحيح. هذه حقيقة. ولكن كابتن هذه يسأل عليها المتابع العادي، هل أرغم أم كان ذلك منصوصا عليه مدبرا إعطاء فرصة للإمارات أن تخرج من إمارات جزر القمر؟ تتكلم عن جزر القمر. أوكي. تتكلم على جزر هذه أنا معاك اكزاكتلي. فعلى سيناريوهات المقابلات يختلف كثيرا. سرعة اللاعبين جزر القمر على الأطراف، الضغط العالي اللي سووا على المنتخب المغربي هو في البداية ديالو اجتهاد الإكراهات اللي كانوا عنده. بدنيا أيضا لم يكن جاهزا 100%، لأن تعرف بأن آخر من وصل اللاعبين اللي كان عندهم مشاركات مع الأفريقية، الجاهزيه البدنيه لم تكن حاضره. لهذا الغرض من بين الاسباب اللي خلات مش المغرب اللي بغى يرجع للوراء، ولكن ظروف المباراه والخصم فرض ذلك. اما يكون كل ما زاد في المنافسه فلقينا بان سكتي، وهذا علاش رجع اللور وسكر للوراء على جزر القمر. فهذا نقولوا هذه الليونه التكتيكيه يتعامل جيدا مع سيناريو المقابلات. نعم. واما نرجع لك مثلا الامارات، كلامك صحيح، هنا نوم الامارات مقصود جدا وكان ذكيا جدا، لان تنعرفوا شكون هو الفريق اللي تتابع. هو الفريق بدون كره، لان تعبوا كثير، ولكن في الاول مشى باش يبحث على الهدف. لان قوه الامارات وين هو تسكيروي يلعب لك على المرتدات، عنده لاعبين تحولات سريعه تيبحث دائما على المساحات. المغرب في الاول مشى عنده شنو اللي صار، هو الوقت اللي بغات تخرج الامارات تلعب كره مش الهويه ديال كوزمين. كوزمين الهويه ديالو هي الدفاعيه ويمشي يلعب على المرتدات. اذا شنو اللي رجع سكيتوي كان ذكيا، عارف بان بعض المرات محتاج الصبر، ان اللاعبين تيديروا الفارق عند الامارات فرديا، الجوده موجوده في اي وقت يقدروا يسجلوا عليك. خلى له المساحه، اعطاه الكره، ولكن المفتاح والسر هو في التغيير وفي التسجيل. رغم هو منتصر ما دخلش مدافع، بالعكس مشى للامام باش يبحث على الثاني، لان غادي يعرف يلقى المساحات وجوده اللاعبين هجوميا. انا رشح حمد الله فاعطتنا هذه الاضافه. اذا القراءه وتسير المقابله هو اللي كان اللي دار الفيصل، ودار الفرق بين قراءه مقابله الامارات على مقابلات مثلا اخرى. ومعنى ان المغرب كل ما زاد كان في المنافسه، فشفنا بان زاد قيمه وكان تحسنا، وعنده في الجعبه ديالو الافضل يمكن يفاجئنا في المقابله النهائيه. نعم، سأعود اليك كابتن الحديث عن تفاصيل اكثر، لكن الان في قطر كبيره جدا، مقرب الجغرافي، الى 75,000 شخص في قطر. يعني انتم اللي مخلصين تذاكر كابتن؟ احنا خلصنا، اكيد احنا خلصنا تذاكر. فغدا يعني ان شاء الله انه بكره الزحف الجماهيري راح يكون علامه فارقه في مباراه الغد بصراحه، خصوصا ان العدد الاكبر في البطوله كان بين المنتخب المغربي والمنتخب السعودي. صحيح. 78,000 على ما أظن. صحيح. غدا أتوقع أن يزيد عن ما هو متوقع، يعني إن كان سعة الملعب 80,000 أو 90,000 غدا ستتجاوز. استاد لوسيل أظن 86 أتوقع غدا ممكن أن تتجاوز 86. نعم. كابتن، أعود معك إلى التشكيل المرتقب، وإحنا شاهدنا كيف تعامل السكتيوي منذ انطلاق هذه البطولة. بدأ بحمد الله، ثم أو بحمد الله كان بديل في المباراة الأولى. صحيح. تيسودالي بدأ بتيسودالي. الآن مع توفر تيسودالي العائد من الإصابة التي أخرجته أمام سوريا، مع تألق كما أشرنا وليد آزارو في المباراة أمام الإمارات، تألق كذلك
حمد الله الذي دخل كبديل 15 دقيقة وغير وعاد من طرد إيقاف لمباراتين وسجل أول أهدافه في البطولة. سموها فك العقدة والنحس مع المنتخبات المغربية، لأنه هناك من ذهب إلى القول أنه هذا لاعب نادي وليس لاعب منتخب. صحيح. من تعتقد أنه الأجدر بالمشاركة؟ مكافأة حمد الله على 15 دقيقة الأخيرة، مكافأة أزارو على المجهود في مباراة الإمارات، أم العودة إلى الثوابت والبدايات بتسودالي إلى جانب أسامة طنان؟ مثلا أنا نبدأ من اللي ختمتي معاه، لأن إلى لاحظتي القراءة الجيدة لطارق سكيتي، وهذه الأمور وأنت كمدرب تختارها بالعاطفة بالعلاقة مع اللاعب بالأرقام؟ أبدا. السيناريو الخصم هو هذا. تعرف أنت الخصم لو كان غادي يخرج أكثر وبغينا سرعة يمكن أزر ولا تسودالي غيعطينا أفضل. صحيح. إذن إلا كان راجع المنتخب الأردني يمكن حركة مال الحمد لله فلو بوكس اللي هو غادي يخلق المساحة ونجيو من وراء ويقدر يخلص أكثر. صحيح. إذن هي قراءة فنية ممتازة للغاية. الدليل أكثر منين دخل منير الشويعر كل تكلم على ذاك اللاعب، كل تيقول يلعب في مكان زحزوح، ويمكن كانت قراءة أخرى للمدرب. فهمتي؟ رغم زحزوح يعود أكثر لمساندة الدفاع. اكزاكتلي. فهذا هو بيت القصيد. لماذا؟ لأن المقابل أو السيناريو المقابل أو حتى منظومة فريق الخصم أحيانا، وهذا هو المدرب ذكي أو دهاء المدرب وعنده طاقم من وراءه، كيف يمكن أن نقرأ هذا مثلا المنتخب الأردني. إلا كان راجع كثير للوراء أو اللاعب الوسط يرجع اللاين دو فور تيولي بالخمسة، إذا هناك تكدس. كيف نخلقوا احنا هذه المساحات باش نسجلوا للتسجيل؟ قلنا حركات بدون كره باش يجي الخط الثاني. مين احسن لاعبين اللي يقدروا يكونوا؟ هما اصحاب البوك. تلقى حمد الله، تلقى مثلا السودالي، هي في الحركه ديالهم غيكونوا هناك مساحات يخلقوا الفارق. بحال الا خلينا لاعب اللي هنا تيكون اسرع، تقول لي ازارو محتاج مساحه اكثر، السودالي ايضا يقدر يحتاج مساحه اكثر. فاحيانا مش الاختيار في التوابيت لا نتناقش عليه. كل ما خليتي التوابيت اعطيك اكثر، ما تقول لي لا الروداني او اللاعب اللي لاعب الجيش في الدفاع، اذا نغيروا ندخلوا احنا مثلا في مكان سعدانه وبوفتيني، كنا هنايا خرجنا على التوابيت اللي عطينا والركائز الحقيقيه اللي هي اعطتنا نتائج طيبه حتى وصلنا نهائي لا يسجل علينا كثيرا. اذا متفق معك، اول حاجه هي التوابيت لا يمكن تغييرها. الذي يمكن تغييرها هي على حسب قراءه المنظومه الفريق الخاص. اذا شنو هنا يسر او مفتاح المقابله؟ هي الدكه لا اقل ولا دكه البدلاء. وسالتني قبل قليل ان كانت مباريات المنتخب المغربي متابعة من الجماهير المغربية. صحيح. الجواب مشاهدينا في هذه الصور، حيث أعربت الجماهير هناك في المغرب عن تفاؤلها لتتويج أسود الأطلس بلقب كأس العرب في النهائي الذي سيجمعهم بالأردن على استاد لوسيل المونديالي. موفدنا إلى الرباط طارق أحمد رصد ترقب الشارع المغربي وأعد التقرير التالي. بينما تسير مدينة الرباط بخطى حثيثة استعدادا لانطلاق الحدث الكروي الأكبر في القارة الأفريقية بعد أيام قليلة، يتطلع الشارع المغربي بكل شغف لنهائي كأس العرب بين المنتخب المغربي ونظيره الأردني. بالنسبه للمنتخب المغربي ديما مشرفنا الحمد لله، وديجا ربح بزاف ديال الفروق باش يوصل لهذا الفينال هذا، وحنا عندنا كل ثقه كامله بالمنتخب ديالنا المغربي، وان شاء الله غادي نجيبوا الكاس. هذه المباراه غتكون قويه ان شاء الله وحاسمه، حنا تايقين في المدرب ديالنا السكيتيوي غادي يجيب لنا الكاس للمغرب ان شاء الله، وتايقين في اللاعبين ديالنا لاعبين في المستوى ان شاء الله، وحمروا لنا وزانا في هذا كاس العرب، ونتمنوا لهم الخير ان شاء الله في هذا الكاس هذه ان شاء الله. الجماهير المغربيه نادت تفاؤلا كبيرا بامكانيه تتويج ابناء المدرب طارق سكيتيوي باللقب، فانها اثارت في الان ذاته سعاده بتواجد مدرب مغربي على منصه التتويج ايا كانت النتيجه. احنا كنتمناو جميعا التوفيق للمنتخب المغربي، وان شاء الله الا ما حالفوش الحظ فاحنا غنكونوا فرحانين باستسلام انه يكون الفائز بهذا النهائي.
وان شاء الله اللي داها ماشي مشكل. المغرب الاردن بجوج منتخبات عربيات بجوج متيقين فيهم، وفي الاخير كاس العربيه بطوله لتوحيد المنتخبات العربيه، وفينا كل الثقه في مدربنا طارق السكتيوي ومدرب الاردن ان شاء الله. هي مباراه كبيره، حنا مغاربه حيت لعب المنتخب المغربي والمنتخب الاردني هو كرة المغربي، المهم المغربي غيديها. كنتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي وان شاء الله كل ما يقن. وينظر المغاربة لكأس العرب بأنها إن تحققت ستكون امتدادا للنجاحات التي عرفتها الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، ودفعا قويا لبقية الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها كأس أفريقيا للأمم. كنظن بأن إن شاء الله المغرب يربح، واخا الأردن سي اون ايكيب زعما قوية بزاف، ويعني عندنا الأمل في ليكيب ناسيونال ديالنا وإن شاء الله يكون خير. عين هنا في الرباط تترقب كأس إفريقيا للأمم، وأخرى هناك في الدوحة تنظر بشغف لنهائي كأس العرب. هكذا هي حال الشارع الرياضي المغربي الذي يمني النفس بأن يكون التتويج العربي خير حافز لأسود الأطلس قبيل انطلاق العرس الكروي الأفريقي. طارق أحمد، بي سبورتس، من العاصمة المغربية الرباط. عينان على تتويج في مسابقتين مختلفتين غدا في كأس العرب، وبعد تقريبا شهر بكأس أفريقيا التي تستضيفها المغرب والتي تنطلق يوم 21 من هذا الشهر. كابتن، قرأت كثيرا من يكتبون على أن هذا المنتخب الأردني هو الذي لديه الدوافع الأكبر للحصول